السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. عدنا مجددا مع فيديو جديد من الفيديوز المحببة والدردشة المقربة إلى قلبي. النهاردة إن شاء الله معانا فيديو جديد من قراءات الشهر، قراءات شهر أغسطس. طبعا فيديو متأخر للأسف زي باقي فيديوهات قراءات الشهر، لكن أوعدكم إن شاء الله إنه على نهاية السنة هنكون مخلصين كل الكتب. فالمهم إنه قراءات هذا الشهر كانت دسمة ومتنوعة جدا ما بين الكتب القوية والثرية والكتب الضعيفة والهشة برضه، ولأن ده كان شهر أجازة فالحمد لله إحنا أخدنا راحتنا خالص في القراية. وخلونا نبتدي بمراجعة هذه الكتب، اعملوا حسابكم الفيديو هيكون طويل شوية، فمشروبك الجميل ويلا بينا نبتدي. للاسف انا نسيت مشروبي الجميل فمش هعرف اطلع من وسط هذه الادغال، فانت هات مشروبك الجميل. والكتاب الأول في قراءات هذا الشهر وهو أقيم كتاب فيهم الحقيقة، الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري، بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وزي ما قلت لكم قبل كده فأنا بتفرج على شرح السيرة النبوية للشيخ علاء حامد، وجنبها بقرأ في كتاب الرحيق المختوم. لكن اللي حصل إن لقيت إن استفادتي بتكون كبيرة جدا لما بكون قاري في الكتاب وعامل هايلايتس وبعدين أروح أسمع المحاضرة. فقلت خلاص إحنا نخلص قراءة الكتاب ونهايلايت براحتنا، بحيث إن أنا لما أجي أسمع أي محاضرة أكون مخلص قراءتها وعامل كل الهايلايتس براحتي، فتكون الاستفادة كبيرة. ثانيا الكتاب ده من نوعية الكتب اللي مش بتتقرا مره واحده، ده كتاب يعتبر تعليمي، مش مجرد كتاب انت بتاخد منه معلومات ومعرفه وخلاص، لكن كتاب انت بتدرسه وبتتعلمه كانك بتحفظه بجد. وطبعا السيره النبويه من الحاجات اللي كل مسلم لازم يقرا فيها، لان فيها دروس كتيره جدا، سواء من حته انك ازاي بتشوف الرسول كان بيطبق الدين فبتاخد ملامح كده عن الهدي النبوي، ده غير انك بتعدي وبتشوف مين هم الابطال الحقيقيين، وانه احنا كمسلمين عندنا ابطال حقيقيين التاريخ خلد ذكراهم. حاجه تانية لها علاقه بالواقع اللي احنا عايشينه، انه السيره بتعلمنا انه دايما في امل. تشوف النبي عليه الصلاه والسلام ازاي كان وحيد في غار حراء وبعدين ينزل عليه الوحي فيروح للسيده خديجه ويقول لها زملوني زملوني، وباقي القصه اللي احنا عارفينها. فلما تبص على هذا الحال وبعدها بس بحوالي 30 سنه بيبقى في دوله للاسلام بتناطح اكبر قوتين في العالم، بل وبتقضي عليهم كمان. فطبعا ده ليه دلالات ومعاني كتيره جدا. تيجي بعدها وتبص وتشوف الظلم الواقع على اخواتنا في فلسطين تشعر بقله الحيله وقد يتسلل اليك الياس، ولكن هذا هو الحال. الصراع سيظل قائم ما بين الحق والباطل الى قيام الساعه، ولابد للحال ده ان هو يتغير ان شاء الله. زي ما بيقول ابو القاسم الشابي: ولا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر. من الحاجات الجميله برضو في دراسه السيره انك تبدا تفهم ايات القران الكريم وتبدا تعرف قصه كل ايه، تعدي مثلا على ايه وعلى الثلاثه الذين خلفوا فتعرف قصتها وتعرف مين هم الثلاثه دول. فالسيره ليها فوائد كتيره جدا جدا الحقيقه، ولو ما كنتش بدات فلازم تبدا. وعلى اليوتيوب ما شاء الله في دورات كتيره جدا لمشايخ افاضل، وانا بصراحه في البدايه كنت ابتديت اتفرج على الشيخ سعيد الكملي، ولكن السلسله اللي هو عاملها مختصره وموجزه بزياده، فعشان كده بصراحه ابتديت مع الشيخ علاء حامد، جايب الموضوع بالتفصيل وجايبه من البدايات، من بدايه اصلا تاريخ القبائل العربيه. وعامه انا هسيب لكم تحت في الديسكربشن رابط لكذا دوره لو حد حابب ان هو يبتدي، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا. الكتاب الثاني اسمه حوارات دكتور عبد الوهاب المسيري في الصهيونيه واليهوديه، والكتاب عباره عن اسئله بيجاوب عليها دكتور عبد الوهاب المسيري من منظوره كباحث وكمفكر في الصهيونيه. وطبعا كنا قرينا قبل كده كتاب نهايه التاريخ، دراسه في بنيه الفكر الصهيوني لدكتور عبد الوهاب برضه. واستكمالا لنوعيه الكتب المتخصصه في الفكر الصهيوني قررنا قراءه هذا الكتاب. الكتاب بيحاول ان هو يعالج مفاهيم مغلوطه بالنسبه لنظرتنا عن اليهود والصهيونيه، لانه نتيجه المفاهيم المغلوطه دي تحركنا بيكون في الاتجاه الخاطئ. يعني على سبيل المثال احد الافكار اللي بيحاول يعالجها الكتاب هي فكره الاثنيه والعرقيه اليهوديه وفكره التاريخ اليهودي. دكتور عبد الوهاب المسيري بيقول ان المصطلحات دي فيها مشكله، لانها بتفترض ان في وحده يهوديه وفي جوهر يهودي كامن في كل يهود العالم، بغض النظر عن الزمان وعن المكان، وبغض النظر عن اليهود دول عايشين في الصين ولا في امريكا ولا حتى في المغرب. لكن الحقيقه اليهود بيكونوا متاثرين بالواقع والمجتمع اللي هم عايشين فيه، وبالتالي مفيش حاجه اسمها وحده يهوديه ولا شعب يهودي، لكن في جماعات يهوديه كل جماعه تقدر تفسرها حسب الاطار والسياق اللي هي موجوده فيه. واحد المفاهيم المغلوطه برضو هي لما بنبص لاسرائيل كدوله دينيه يهوديه وبنعتقد انه الصراع مع اليهود، لكن الحقيقه انه اسرائيل مشروع استعماري للغرب، واختلاف المشروع الاستعماري لاسرائيل عن المشاريع الاستعماريه اللي كانت قبل كده انه اسرائيل دوله فصل عنصري. فاسرائيل مشروع استعماري علماني استغل الدين اليهودي عشان يكتسب بعد تاريخي وثقافي، بدليل ان المؤسسين الاوائل كتير منهم كانوا علمانيين او ملحدين، وحتى اللي كان يهودي منهم ما كانش بيعير المقدسات الدينيه اي اهتمام. المشكله او تبعات اعتقادنا انه الصراع مع اليهود ان احنا هنفضل نقاوم في الاتجاه الغلط. احنا مشكلتنا الاساسيه مع الغرب، لانه هو اللي وضع الكيان الاستعماري ده وهو اللي لسه بيموله. ثانيا الناس في العالم، وهنا بتكلم عن المواطنين العاديين، كانوا بيشوفوا انه الفلسطينيين ارهابيين لانهم بيقاوموا ضد الجماعه الدينيه اللي اسمها اسرائيل، اللي يا عيني عندهم حلم العوده للارض المقدسه. وطبعا اسرائيل هتكون سعيده بالترويج ليها كدوله دينيه يهوديه، فكل ما حد هيعاديها او يقاومها هيتم وصمه بالارهاب ومعاداه الساميه. لكن لو بصينا لاسرائيل ككيان استعماري بتمويل غربي، المقاومه
والمقاومه هنا هتبقى دفاع عن الارض، والسرديه هتكون في صالحنا. طبعا الحمد لله مؤخرا السرديه بدات تبقى في صالحنا، لانه بدا يتضح للناس فعلا انه اسرائيل دوله فصل عنصري واستعمار. وسبحان الله دكتور عبد الوهاب المسيري كان قايل الكلام ده من زمان قوي، فرحم الله دكتور عبد الوهاب المسيري. فكتاب دسم جدا الحقيقه، محتاج تأني في القراءه، وانصح طبعا قراءته مع كتاب نهايه التاريخ. وبس خلونا ننتقل على الكتاب اللي بعد كده. الكتاب الثالث هو كتاب أشعار اسمه ويسهر الخلق، سير ومختارات من الشعراء العرب. وطبعا أنا سعيد جدا جدا بالكتاب ده، لأني كنت شايف 5 جنيه وطبعته ممتازة جدا وملون وفيه صور يعني لذيذة جدا. المهم إنه الكتاب مجمع أبرز الشعراء العرب سواء في العصر الجاهلي أو الإسلامي أو المعاصر، وكل شاعر بنعدي سريعا على السيرة الذاتية بتاعته، وبعد كده بناخد أبرز الأشعار اللي هو كتبها. بنعدي على المتنبي، أبو فراس الحمداني، البوصيري، امرؤ القيس، حافظ إبراهيم، وأحمد شوقي وغيرهم كتير. وطبعا الكتاب مش مقيد بترتيب زمني معين، ولكن لا اخفيكم سرا انا تعلقت جدا جدا بشعر ابو البقاء الرندي اللي كان عايش في الاندلس، وانا صراحه اهيم عشقا في الاندلس. ابو البقاء الرندي كان شايف بعينيه سقوط الممالك الاسلاميه واحده ورا الثانيه، وده اللي خلاه يرثي الاندلس في قصيدته الشهيره: لكل شيء اذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش انسان، هي الامور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته ازمان، وهذه الدار لا تبقي على احد ولا يدوم على حال لها شان. وبعد الكام بيت دول بيقول برضه: فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة ما أين جيان، وأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد سما فيها له شان، وأين حمص وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض وملآن، قواعد كن أركان البلاد فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان، تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان، على ديار من الإسلام خالية قد أكفرت ولها بالكفر عمران، حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان، يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقظان، وماشيا مرحا يلهيه موطنه، أبعد حمص تغر المرء أوطان. وأنا بصراحة بعد ما قريت الكتاب ده اتعودت إن أنا كل ما أسمع اسم شاعر اتذكر هنا في الكتاب ده لازم أجي أفتحه كده وأقرأ بعض الأشعار للشاعر ده، لأن بصراحة عايز أقرأ في الشعر وأحفظ أشعار، لكن للأسف لسه ما عنديش الوقت ده. وبما إني ما فيش وقت لحاجة أنا عايز أعملها، بحاول إن أنا أحط عادة صغيرة زي اللي أنا عملته هنا، إن أنا سمعت اسم شاعر باجي افتح الكتاب على طول واقرا الشاعر ده، ببني عاده واحده واحده. وبالمناسبه الكتاب من تجميع الشاعره سعديه مفرح. الكتاب الرابع هو نادي الخامسة صباحا لروبن شارما، وبالمناسبة دي تاني مرة أقرأ هذا الكتاب، وأصلا بيعتبر من أوائل الكتب اللي أنا قريتها في حياتي. يعني أنا قريته من حوالي 3 سنين وكنت سعيد بيه جدا، وكنت بعتبره من أفضل الكتب اللي قريتها. حتى كنت مستغرب من إنه إزاي بعض الناس اعتبروه كتاب ممل، زي أحمد أبو زيد مثلا، شفته قبل كده قال إن هو كتاب ممل ومش مفيد بالقدر اللي هو. فالمهم إنه لما قرأت الكتاب حاليا حسيته فعلا كتاب فاضي، في بعض الأفكار العملية وكثير من الحشو والكلام اللي تعتبره كلام تنمية بشرية أو كلام تحفيز، بمعنى إنه التطبيق على ارض الواقع في الكتاب قليل جدا. وده بصراحه يؤكد فكره معينه، الا وهي انه مفيش كتاب تقدر تقول عليه حلو او وحش في المطلق، الموضوع نسبي. طبعا هنا انا بتكلم من ناحيه فنيه او من ناحيه عمليه، لكن لو من ناحيه شرعيه لقينا انه في مخالفات كتيره جدا، فاذا بالنسبه لي بشكل مطلق هو كتاب مش حلو. فالمهم انه الافكار اللي تعرضت لها لاول مره قراءه كانت بالنسبه لي ثوريه جدا، لكن بعد مرور 3 سنوات وبعد ما الواحد مر بتجارب كتيره وبرضه قريت كتب كتير، اكيد الواحد منظوره اختلف، والافكار اللي كنت بعتبرها ثوريه قبل كده هي بالنسبه لي حاليا كلام غير عملي تماما. وطبعا الموضوع ده هيختلف من شخص للتاني. والكتاب عايز يقول ان معظم الناجحين بيصحوا بدري، وانه اهم خطوه للارتقاء بحياتك هي انك تصحى بدري. والكتاب متقدم في صوره روائيه، وده بصراحه ألذ حاجه في الكتاب واكتر حاجه عجبتني فيه، من خلال شخصيه المتحدث الفذ ورجل الاعمال ورائده الاعمال والفنان. فده محل الموضوع شويه الصراحه. والكتاب ده هرشحه لحد لسه مقبل جديد في القراءه، زي حالاتي سابقا، شخص مثلا في ثانوي وعايز يكتسب عاده القراءه هقول له اقرا الكتاب ده، طبعا مع الوضع في الاعتبار اختلاف معايير النجاح بالنسبه لنا كمسلمين وبالنسبه للكتاب الغربيين اللي بيكتبوا كتب التنميه الذاتيه، لانه في اختلاف كبير جدا في المعيار وفي الغايه. وممكن ان شاء الله نبقى نعمل فيديو عن الموضوع ده، موضوع كتب التنميه الذاتيه. فالمهم هذا كان كتاب نادي الخامسة صباحا، وخلونا ننتقل على الكتاب اللي بعد كده. الكتاب الخامس هو عقدك النفسية سجنك الأبدي للطبيب النفسي دكتور يوسف الحسني. طبعا احنا في الشهر اللي فات اتكلمنا عن كتاب قوانين التحرر من الصراع النفسي وقلنا رأينا فيه، والكتاب ده بيناقش مواضيع زي مفهوم الرجولة والأنوثة والزواج التقليدي وعقدة الشكل وعقدة الخضوع وغيرها من المشاكل النفسية اللي ممكن أي حد يعاني منها. طبعا لما اتكلمنا عن كتاب قوانين التحرر من الصراع النفسي نوهنا على حاجة مهمة جدا، ألا وهي إنه الكاتب طبيب نفسي بيتكلم من منظور علمي تحليلي بحت، حتى كمان طريقته في التحليل متماشية مع طريقة سيجموند فرويد، وطريقة سيجموند فرويد بتعتمد على فكرة
فكره انه تصرفاتنا بتكون نابعه من اللاوعي واللا شعور ومن الغرائز المكبوته. فكان فرويد بيحاول ان هو يدخل المريض في حاله معينه كده زي التنويم المغناطيسي، فالمريض يسترسل في الافكار المخزنه في اللاوعي، فيبدا فرويد ان هو يشتغل على الافكار دي من فوق. تقدر تقول ان هو بيعري الافكار. يوسف الحسني برضو ماشي بنفس النهج، انه بيحاول يبرز العقد النفسيه ويحاول ان هو يتعامل معاها من فوق. لكن الكاتب مش مدي اي اعتبار للجانب الديني، وفي افكار غريبه هي مخالفه للدين والعقل بشكل غريب جدا الصراحه. يعني مثلا بيقول لك ايه، لو انت مثلا صديق لزوجة اخوك وزوجة اخوك دي خانته مع راجل تاني، فبيقول لك ما ينفعش تقطع علاقتك مع مرات اخوك لانك مالكش علاقه بعلاقتهم. يعني ايه؟ وطبعا كنت بتناقش مع اخويا ربيعي في كتب يوسف الحسني، فاخويا ربيعي حاول يلتمس له العذر لانه قرا اكتر مني في حته الكتب النفسيه، فبيقول لي والله انه الاطباء النفسيين بيحاولوا يبعدوا عن حته الدين لانهم بيشتغلوا على القاسم الانساني المشترك ما بين كل الناس بغض النظر عن دينهم ايه. يعني هم بيظبطوا الحاجات المكبوته في اللاوعي، وبعدين بقى ايه، يجي الدين اون توب في الحاجات اللي تحت دي، وانه الحاجات اللي تحت دي لو كانت مشوهه والشخص ده كان مسلم فهينتج لك اسلام مشوه. وبصراحه كلام يبدو منطقي للوهله الاولى، لكن بصراحه الموضوع محتاج نقاش مطول ومحتاج ديبيت اكتر من كده عشان نوصل لارضيه ثابته. لكن اللي عايز اقوله انه كلام صاحبي قد يكون سليم بشكل عام، لكنه مش هينطبق هنا على حاله يوسف الحسني. ليه بقى؟ لانه من المفترض ان كتبه موجهه للمجتمع والشباب العربي، وبعدين في كلامه يقول لك والله الموروثات الدينيه ومش عارف ايه، وانا يا جماعه مش قصدي معتقد ديني بعينه. ما هو اكيد حضرتك مش قصدك البوذيه مثلا، يعني الكتاب موجه للمجتمع العربي. فاذا الكاتب هو مشكلته مع التعاليم الاسلاميه، وخصوصا في موضوع الزواج وعلاقه الرجل بالمراه. ولا ننكر طبعا انه الكتاب فيه بعض الافكار العمليه واللي انا متفق معاه فيها، لكن فعلا في افكار تانية لا تتفق مع الدين قطعا. يعني مثلا انا بشوف انه المرأة العربية المسلمة مش واخدة حقوقها، وفعلا في فكر ذكوري متغلغل في كتير مننا، لكن لما هنحب نتكلم عن حقوق المرأة هنتكلم عنها من منظور الدين، ونقول والله يا جماعة الشرع قال انه المرأة ليها كذا وكذا، وهي مش واخدة اي حاجة من الحاجات اللي حددها الشرع، فهنكون معتدلين في اتجاهنا، مش هنتطرف ونبعد عن الوسطية وبس. يعني ده كان منظوري عن الكتاب ده. زي ما قلت في بعض الجوانب المفيدة، لكن برضو في حاجات تانية كتير مستخبية لازم تاخد بالك منها. انا حاسسني كنت منفعل جدا. المهم خلونا ننتقل على الكتاب اللي بعد كده. الكتاب السادس هو كتاب الهشاشة النفسية لدكتور إسماعيل عرفة، والكتاب بيتكلم عن ازاي بقينا أكثر عرضة للتحطم شعوريا بمجرد بس مواجهة بعض الضغوطات والمشاكل في حياتنا نتيجة الرفاهية المفرطة وقلة الاحتكاك بظروف صعبة وتحديات تخلي الإنسان يبقى أكثر نضجا، وإنه يتعامل مع المشكلات اللي بتواجهه مش يهرب منها ويعيش دور الضحية. وطبعا المشكلة دي ظهرت في الغرب بدري عننا شوية، نظرا لأنه ستيل التكنولوجيا والحياة السهلة ما كانتش متاحة لينا لحد وقت قريب جدا. وبالمناسبة الكتاب ده من أوائل الكتب اللي ناقشت الظاهرة دي، ظاهرة الهشاشة النفسية بالنسبة للمجتمع العربي. واحد الامثلة اللي بيناقشها الكتاب هو فكرة التنمر. مثلا بالنسبة لنا مصطلح التنمر ده ما كانش شائع ولا معروف اصلا. يعني مثلا بالنسبة لي الصراحة اول مرة اسمع عن المصطلح ده كان في فترة الكورونا لما بدأت استخدم السوشيال ميديا. هل في تنمر؟ في تنمر. هل التنمر ظاهرة سيئة؟ طبعا التنمر ظاهرة سيئة، لكن هل بيتم تضخيم الظاهرة دي؟ في تضخيم لظاهرة التنمر لدرجة انه بقى وسيلة لكسب التعاطف، وكل واحد بيحكي قصة نجاح ليه لازم يرمي لك كده في النص والله يا جماعة انا في فترة ما من حياتي تعرضت للتنمر ومش عارف ايه. طبعا الشخص اللي بيحكي قد يكون صادق في مشاعره فعلا، لكن فعلا في تضخيم للموضوع وفي محاولة لربطه بالمرض النفسي. والمشكلة دي لها عوامل كتيرة جدا، بداية من ان حاجات كتير حوالينا بقت اسهل من زمان. يعني مثلا قبل كده طالب العلم لما كان يحب يتعلم كان بيكابد عشان يلاقي العلم، لكن دلوقتي العلم متوفر في كل حتة لدرجة ان في تضخم في المعلومات، ده غير التكنولوجيا اللي خلت كل حاجة سهلة. وطبعا ده بيكون مدعاة للكسل. الآلة الحاسبة مثلا خلت الانسان ما يشغلش دماغه كتير، فده يساعد مع الوقت انه الانسان يكون اكثر غباء. التيسير والرفاهية في حاجات كتيرة جدا في حياتنا بتقلل من احتكاك الانسان بالتحديات والعقبات، وبالتالي عضلة الانضباط والثبات والتعامل مع المشكلات مش هتنمو. حاجة زي السوشيال ميديا ساهمت في المشكلة بشكل كبير جدا. بنشوف الناس على السوشيال ميديا شاطرة وناجحة واحنا قاعدين في مكاننا مش بنحقق حاجة، فتشعر وكأنك يعني يوزلس. فمشكلة خطيرة جدا، كويس ان في حد اتكلم عنها ومحتاجين نقرا عنها كتير عشان نبعد عن الخطر ده واحدة واحدة، لانه احنا ديننا الاسلامي بيذم الكسل وبيرغب في العمل وبيرغب في الصبر. فكتاب جميل الحقيقة، ارشحه جدا جدا. الكتاب السابع هو رواية أرني أنظر إليك لدكتورة خولة حمدي. الرواية اللي بنعيش فيها مع مالك، شاب تونسي متميز ومتفوق من أسرة مرموقة، أسرة لها نشاط في الدعوة الإسلامية وفي العلم، لكن مالك بيتعرض لظروف قاسية وصعبة جدا. مع التقلبات والأحداث السياسية المتغيرة بيدخل السجن أكتر من مرة، وبيخوض رحلة طويلة جدا مش حابب أخوض في تفاصيلها عشان الحرق، لكن المهم إنه في الرحلة دي بتنشأ في نفسه تساؤلات متعلقة بالإيمان بالله، وباجتماع التساؤلات دي مع الظروف الصعبة اللي بيتعرض لها مالك بيلحد وبيعيش حياة مادية بحتة بعيدة
عن الدين لحد ما بتظهر له بعض العلامات، فبيقرر ان هو واحده واحده يخوض في رحله البحث عن الله. فالروايه عباره عن رحله للوصول للايمان بعد الشك. الروايه جميله وحبيتها الصراحه، لكن بصراحه ما حبيتش طريقه سرد الاحداث. الكلام دايما كان بضمير المخاطب، يعني هي بتحكي قصه مالك بضمير المخاطب كانها بتكلمه. يعني مثلا بتقول: مرت سنتك الدراسيه الاولى خاليه دون اي معنى، كنت تدرس لتملا وقت فراغك. والموضوع ده بصراحه ما كانش مريح ليا تماما. ممكن حد يتقبل الموضوع ده وممكن حد تاني ما يتقبلوش، انا ما تقبلتوش. هي طبعا الكاتبه سرد الاحداث بالطريقه دي لغايه معينه اكيد، لكن بالنسبه لي لو الموضوع كان بضمير الغائب كان هيبقى مريح جدا. حاجه تانية، انه النقله ما بين اعتقاد البطل بوجود الله للاعتقاد بانه الاسلام هو دين الله، النقله دي ما اخدتش حقها تماما من حيث الطرح ومن حيث الفكره ومن حيث التنظير للموضوع بطريقه عقليه. لكن على كل الروايه جميله وفريده من نوعها، وانا استمتعت بقراءتها واتبسطت بفكره ربط احداث الروايه باحداث تاريخيه حقيقيه سواء في فلسطين او في تونس، فده شيء اسعدني الصراحه. فالمهم على كل، كانت هذه روايه أرني أنظر إليك لدكتورة خولة حمدي. الكتاب الثامن اسمه التذوق الموسيقي وتاريخ الموسيقى المصرية. ممكن طبعا تستغرب من سبب قراءتي للكتاب ده، لكن انا عايز اشارككم حاجة. انا في فترة ما من حياتي كنت مهتم جدا جدا بالموسيقى العربية وبالغناء عامة، ودي الفترة اللي انا كنت اشتريت فيها الكتاب ده. لكن من حوالي سنة تقريبا بدأت ان انا تدريجيا ابعد عن الغناء واحدة واحدة لسبب بسيط جدا، الا وهو ان علاقتي بالقرآن اتأثرت. مش اتأثرت بمعنى ان انا بعدت عن مراجعة القرآن وهكذا، لكن اتأثرت من ناحية التأمل ومن ناحية استشعار المعاني والآيات في قلبي. فده كان من الاسباب الرئيسية اللي خلتني ابعد تدريجيا. وبمناسبة الفكرة دي وبمناسبة السؤال الأزلي الذي لا ينتهي: ليه بتستخدم موسيقى في فيديوهاتك؟ شيل الموسيقى لو سمحت، الموسيقى حرام. يعني ممكن أتهور وأعمل فيديو أشارككم وجهة نظري وأشارككم ما يدور في هذه الجمجمة. أتهور ولا ما أتهورش؟ قولوا لي. The ninth and the last book, which I wouldn't tell you its name for a certain reason, but I will tell you a moral that I learned after reading that book. Actually, I had the intention to read an English book every month and review it here in English, because I want to practice my English, but I don't find somebody to talk to. So I asked myself, why not to talk to my friends who are watching me right now? The book that I've read this month was a novel for a very well-known writer, but unfortunately, the novel was full of sexual words and instinctive things that are inappropriate to our religion and even to the fitra. And unfortunately, I kept reading motivated by curiosity. You know, stories are so exciting, and curiosity is something that is not easy to stop. But how did I come across this book? A friend of mine gave it to me and told me it's so interesting. But my mistake was that I didn't ask him about how appropriate it is to my standards, because I was doing something like that with movies. Actually, I'm a kind of a person who doesn't watch movies a lot. But when I decide to watch a movie, I always ask about the value it introduces. And the most important thing, I ask about how appropriate it is to my standards and to my religion, to make sure that I will not see something haram. You know what I mean? So what I want to say after all of that, inshallah, when I have the intention to read an English book, specifically if it was a novel, I will ask about the value it has and see whether it suits my standards or not. The same thing that I'm used to do when I decide to watch a movie. And that's it. ده كان فيديو النهارده، ودي كانت قراءات شهر اغسطس. طبعا القراءات كانت دسمه ومتنوعه، حاسس كده بايرور في النقله من الانجليش للعربي. بس عامه كانت هذه القراءات. فيديو كان طويل شويه انا عارف، بس يا رب نكون خفاف عليكم. ولو حد كان وصل هنا فانا هكون سعيد جدا جدا. لو وصلت هنا فانت الاتنشن سبان بتاعتك يعني زي الفل، فرجاء عرفني تحت في الكومنتس ان انت وصلت هنا. اكتب لي، قول لي الاتنشن سبان بتاعتي سليمه. وطبعا اكتبوا لنا ارائكم واقتراحاتكم تحت في الكومنتس، واي حاجه حابين ان انتوا تقولوها قولوا اللي انتوا عايزينه. وطبعا هكون سعيد جدا باللايك والسبسكرايب والحاجات الجميله دي اللي بتدخل السرور على قلبنا. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.